السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناتي وصفات متنوعة على طريقتي الخاصة. اليوم راح ندير معاكم وصفة الصابلي. هذه الوصفة هذه اللي نحبوها كامل، نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة والشرح تاعها يكون بسيط. اذا قبل ما نبدا معكم هذه الوصفة وكالعادة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نطولش معكم، ندخلوا في الوصفة مباشرة. جيت هنا العجانه الكهربائيه راح ندير 250 غرام نتاع زبده بدرجه حراره المطبخ. انتم هنا تحبوا ديروا المارغرين ديروا المارغرين. هنا راح نخدم كل شيء في العجانه الكهربائيه، يعني حتى كي ندير فرينه راح نستعمل عجانه الكهربائيه. اللي ما عندوش يحب يستعمل باتور يستعمل. هنا اضفت كاس نتاع سكر جلاسي ما يعادل 125 غرام سكر جلاسي. نضيف لها ايضا ملعقه كبيره نتاع الفاني على شكل سائل ماشي قاطع، على بها درت ملعقه كبيره، وعندي ربع ملعقه صغيره يعني هذوك الملاعق الصغار كامل نتاع الملح، ديروا غير ربع حاجه قليله برك. ومن بعد نخلوهم يتخلطوا مليح مليح حتى نحصلوا على قوام كريمي باش نضيفوا حبابيط كامله. وكي نضيفوا حبابيط كامله لازم يتخلط مليح مليح مليح، اكدوا لي على مليح مليح مليح. ومن بعد رايحين نضيف كاس نتاع المايزينا. الكاس هدايا ما يعادل نقولوا 120 غرام، تقدروا ديروا من 100 غرام الى 120 غرام. انا درت هنا 120 غرام. نقول لكم بالضبط باش نقول لكم شحال استعملت الفرينه. نخلوه يتخلط مليح مليح، هذيك المايزينا تدخل مع دوك المكونات كما راك تشوفوا. نخلوه يتخلط مليح مليح. كما قلت لكم اللي ما عندوش العجانه الكهربائيه يقدر يستعمل الباتور، ولا ما عندكمش الباتور راح تستعملوا الفوي، ولكن عندكم ما تخلطوا كي تعودوا تخلطوا يعني الزبده والسكر ومن بعد كي تزيدوا البيض عندكم ما تخلطوا. هنا اضفت الكاس الاول نتاع الفرينه، وانا في هذا الكاس راني وزناته 150 غرام نتاع الفرينه. يعني الكاس تاع 220 مليلتر كي تعمروه مليح كوما تعمروا تخبطوا هذاك الكاس راح يطيح لكم، يعني يقدر يطيح لكم 150 غرام تاع الفرينه. ومن بعد اضفت انا ربع ملعقه صغيره هذوك الملاعق الصغار كامل نتاع خميره كيميائيه. بون هنا كاين يستغنى على الخميره، يعني الوصفه الاصليه نتاع الصابلي ما فيها لا مايزينا ولا خميره. ومن بعد هنا راح نضيف الكاس الثاني، ولكن نضيف غير بشويه. قبل ما ننسى المايزينا مغربله والفرينه مغربله، حتى غربلتهم باش درتهم في الكيسان. شوفوا كما راك تشوفوا فيا راني ندير هنا الفرينه غير بشويه. في الكاس الثاني هذاك راني ندير به غير بشويه. قلت لكم كل كاس وزنت فيه 150 فرينه 150 غرام. والكاس الثالث كما راك تشوفوا راح ندير غير بشويه، خاطر كي تعمروا ديريكتومون غير هكذاك على الخفيف راح يتعمر لكم بالخف الكاس، وكي توزنوه تلقاوه بالك ما لحقش حتى 90 غرام بصح، لكن كوما تعمروا تخبطوا الكاس تقدروا تلحقوا حتى 150 غرام نتاع الفرينه. انا في كل كاس فيه 150 غرام تاع فرينه، يعني هذا الكاس الثالث وما راحش نزيد. المجموع استعملت 450 غرام نتاع الفرينه. هذه هي راح نكتبها لكم بالغرام ومن بعد نكتبها لكم في صندوق الوصف. بعد ما شوفوا هنا العجينه هنا صاي راهي انفصلت على هذاك الاناء، يعني البيترا هذاك البول تاع البيترا هذاك. ومن بعد نجمع العجينه تاعي كما راك تشوفوا ونديرها في ورق بلاستيكي ونخلوها تريح واحد 20 دقيقه 30 دقيقه. شوفوا هنا كش راهي طريه. هنا راح تنجح لكم. السر من اسرار نجاح العجينه هو انك تخلطي مليح الزبده والسكر مع الاول، وخاصه كي تعودي تزيدي في البيض. البيض هنا لازم يتخلط مليح مليح مليح، هاني قلتها لك. من بعد ما ريحت راح نجيب قطعه ونبدا يعني نبسط في العجينه. انا راح نستعمل فوق الطاوله مباشره، انتم تقدروا ديروا ورق بلاستيكي او هذاك الورق تاع الطبخ لو بابي كويسون. درت رشيت غير حاجه قليله برك نتاع الفرينه باسكو راهي مبسه العجينه. ومن بعد ندير الاشكال اللي حبيناها كيما راك تشوفوا. قلت لكم اللي ما عندهاش العجانه الكهربائيه تستعمل باتوخ، اللي ما عندهاش الباتوخ تستعمل الفوي، ولكن خلطي مليح مليح خاصه كي ديري البيض. شوفوا انا راح ندير هاد الاشكال هذوما كيما راك تشوفوا. ندير هاد الاشكال ولكن ما حاش نديرهم كامل، ندير بعض الاشكال منهم. شوفوا هاد الطابع هدايا تقدروا تحلوه، هذا يتحل هذا الطابع. تقدروا تستعملوا الشكل قبل، هو يعني تضغطوا على العجينه الشكل قبل باش تقطعوا. يعني انا نظن احسن باسكو كي ديري هكذا راح كيفاش نقولوا حنا دقاليري، يعني حتبقاي تعبزي على هذاك الطابع مزوج جوايه باش يجيك هذاك الشكل. بصح كي تنحيه يعني من تحلي هذاك الطابع هذاك تستعملي هذاك الشكل تضغطي عليه على العجينه باش تقسمي راح يجيك اسهل. انا هذا رايي. مي بون راني ندير هكذايا. مي قلت لك يعني عندك ما تعبزي على هذاك الاشكال هذوك كما راك تشوفوا. ها شوفوا نضغط مليح مليح من كاع الجوايه، ماشي جهات تجيني مرشومه وجهات تجي ناقصه، لا لا لازمني نضغط مليح مليح على داك الشيء. قلت لكم يعني لو كان تحلوهم بون بصح كي تحلوهم حلوهم غير بالعقل باش هكذاك نون سي جامي تكسروهم وتقولوا قالت لنا. على داك الشيء قلت لكم حلوهم غير بالعقل
وتقدروا ديروا الشكل ومن بعد تقطعوا. يعني هنا الاشكال ديروا كيما حبيتوا. انا لعبت شويه بالاشكال. شوفوا يعني بعجينه واحده راح نخرجوا بزاف الانواع، سيرتو لو كنديروا 500 غرام. يعني الانسان اللي ضاعف الكميه راح تجيه يعني الصابلي كيكون ما حيدير حتى كاطو غير هادو بزاف. هذه هي حنا كنديروا بعض الحلويات خاصه يعني باش نورو لكم يعني نشاركوا معاكم يعني بعض الانواع. ماشي كامل الناس راح يقدروا يديروا البقلاوه ويديروا الزيريات ولا يديروا حوايج تاع اللوز. يعني كل واحد المقدور تاعو. سيرتو البقلاوه تقدري ديري كاوكاو يتمشى مع الكاوكاو. شوفوا هذا الشكل تاني كشباب. انا ومن بعد هذا الطابع حليته خاطر زدت درت اشكال واحده اخرى به. يعني زدت حليت العجينه وكامل ما وريت لكمش، ولكن كي حليته جاني اسهل. هذاك الشيء قلت لكم كي تحلوا يجيكم اسهل. كيما راك تشوفوا نديروا الاشكال ولا خليتو الطابع كيما راهو، ولكن ضغطوا مليح مليح يعني مكابل جوايه باش يجيكم رشومين يعني على حبه. كيما راك تشوفوا نديرهم في السنيوه. انا تقدروا ديروا السنيوه ديروا له ورق الطبخ ولا ما ديرولوش، خاصكم انا ما بكم ما نديرلوش ما راحش يلصق لي. كيما راك تشوفوا الفرن يسخن على درجه الحراره 180. خلوه يسخن مليح مليح حوالي واحد 20 دقيقه. هو يسخن الى 30 دقيقه معليش. ومن بعد ديروه في الوسط ولا وعسوه يعني حاجه 10 دقائق ولا. شوف انا تقبتهم كامل وراح ندير الصابلي تاع زمان. هذا هو اللي كبرنا به. كيما راكم تشوفوا ندير هاد الاشكال كامل ومن بعد ونستعمل تاني هاد الشكل هدايا. ومن بعد قلت لكم نديرهم في السنيوه، نديروهم على درجه الحراره 180. كي نشوفوهم يعني تحمروا لي في الجوانب طفوا الفرن. انا وشنو كاين حبيبات اللي انا حبيت نحمرهم. هي نورمالمون يعني انا نحبو محمر شويه. كاين يديروه بيض بيض، انا ما نحبوش بيض بيض، ولو نديروا ديك اللمسه خفيفه من الفوق. شوفوا انا كاين اللي حمرتهم شويه زياده وكاين اللي خليتهم شويه بيضاء مي شعلت لهم من الفوق، ولكن حاجه قليله. هذه هي غير بعض الحبيبات اللي انا حمرتهم كنحبهم محمرين. من بعد رايحين نلصقوهم بالمعجون ولا بالكراميل ولا بالشوكولا هذيك تاع الطلي هذيك هنا كيما تحبوا. يعني شوفوا الاشكال هنا تلعبوا بالاشكال كيما تحبوا، ولا ما عندكمش بيان سور راح ديروا هذوك المدورين اللي كنا نديروهم بكري. هذه هي تقدروا ديروا القلوب ديروا المثلثات. هنا راني نلصق بالكراميل. يعني التزيين وكامل راح يكون اختياري. لمسات هذو كل وحده دير لمسه تاعها. انا برك نمد لكم يعني لاباس كما يقولوا، ومن بعد نتوما هاد الاشكال باغ اكزومبل نوري لكم كيفاش تخدموا بهم وكيفاش يعني تشكلوا بهم وكيفاش راح يجيكم الشكل في الصابلي. يعني اون سي جامي وقت اخرى تحبوا تشرو طوابع ولا هكذا يعني يجوكم شابين. يعني هنا كيما حبيتوا نتوما. شوفوا هنايا هذوك الحبات المدورين راح نسكرهم هاي ليك، ومن بعد ندير لهم المربى تاع المشمش ولا تاع الفراز ولا كيما حبينا. هذه هي هادوما يعني انا يعني في الاصل نورمالمون هادوما انا نديرو في اخر لحظه. برك انا باش نوري لكم انا هاد الكراميل باش نزيد نعمرو مليح والمربى هذيك اللي نعمرها في الصابلي انا توجور نديرهم يعني في يوم العيد. يعني كي نروح نمد الطباسه ولا كي نروح نحط تما نديرهم باش يقعدوا لي هكاك، باسكو ما حاش نقدر نخبي راح يدي لي البلاصه كون نديرهم بالمربى ونديرهم في لي بواط ولا ما نقدرش ندير وحده فوق وحده. وكي يكون المعجون فيه بزاف يعني هذيك المربى راح يلصق مع داك الكاروط ولا يعني كي نديروا ما بيناتهم ورق طهي ولا على داك الشيء. انا نفضل هادوما المعجون وكامل نخلوهم في اخر لحظه. انا غير باش نوري لكم الشكل النهائي كيفاش خرج. وهاوليك يعني الشكل النهائي كان زينتهم درت لهم الشوكولا يعني غير هكذاك في هذوك لي مول هذوك تاع السيليكون كان يخدم درت لهم شي شوكولا هكذا باش نزين بهم، وكاين اللي خليتهم هكذا كيما راك تشوفوا. هنايا قلت لكم التزيين ديروا كيما حبيتوا. هذه هي الوصفه قلت لكم حاجه سهله. المهم كي تعودوا ديروا يعني السكر مع السكر كلاصي مع الزبده او المارغرين اللي يكون بونز. المارغرين او الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ لازم تخلطوها مليح مليح تولي كريميه. يعني الزبده يعني حتى تولي كريمه على شكل كريمه حتى من بعد باش يعني تزيدي هذيك الحبابيط. كي تزيدي حبابيط سيرتو هذه المرحله تاع حبابيط لازم تخلطيها مليح مليح تدخل في هذوك المكونات. لازم هذا هو السر باش ينجح لك. ما لازمش تكرهي غير ديري حبابيط تم تروحي تحطي والاخر لا. ومن بعد كي تزيدي ديري مايزينا زيدي خلطي شويه ومن بعد باش ديري الفرينه. هذه هي. وشوفوا هنا تجي مقرمشه وفي نفس الوقت تاكليها راح تدوب في الفم. الوصفه تاع نهار اليوم راهي كملت. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله الشرح تاعي كان يعني مفهوم. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في وصفات جديده بحول الله. نقول لكم تهلاو في روحتكم صحه فطوركم دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ونلتقي ان شاء الله في وصفات جديده بحول الله. سلام.